سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. على بالي غبت عليكم هذه مده طويله، وراني وليت لكم ان شاء الله بفيديوهات جديده فيما يخص جمال المراه، حاجات اللي باش تجمل لكم البشره تاعكم والشعر تاعكم. سورتو الشعر عندي واحد الماسكات، واحد لي شامبوان بزاف شابين ويفيدوكم، وبلا ما ننساو الوصفات. دروك البنات انا جيت نهضر لكم على واحد المنتوجات كنت سمعت بزاف يهضروا عليهم، ودائما طبيعه الحال انا كي نشوف منتوج شاكرينه بزاف يهضروا عليه نحب نجربه بنفسي باش نتاكد اسكو مليح ولا لا. وفعلا يا البنات هذا المنتوج صراحه روعه. كان عندي نيه القديم اللي كنت نشري هذاك الصفر بارابين، كنت ديجا بارطاجيته لكم، بصح هذا خير منه بزاف. والحاجه اللي ننصحكم بها صراحه، انا البشره تاعي دهنيه مختلطه عليها فادني. كاين اللي بشره تاعهم جافه بالك ما يفيدهمش، علاش؟ خاطر هذا كي نغسل به وجهي نحس باللي البشره تاعي تتشد، وكي تتشد يكون فيه نسبه، هنا يقضي على نسبه الدهون اللي تكون زايده بزاف في الوجه. على هذه ما ننصحش به اصحاب البشره الجافه، ما نغي يقولوا لهم استعملوا البشره الجافه حتى هما يستعملوه، لكن انا ننصح البشره الدهنيه والبشره المختلطه ولا البشره العاديه. لكن البشره الجافه نحسها تزيد تنشف لهم البشره. علاش؟ نتوما كي تستعملوا اي حاجه ماسك ولا جل نيتوايون ولا وتشوفوا البشره تاعكم مشدوده، عرفوا بلي راه تنشف لكم وتمتص لكم الزيوت الموجوده في البشره تاعكم. هذا الغسول انا نستعمله فقط مره، صراحه انا نستعمله هذا مره، وماشي في الصباح، نستعمله في الليل كي نجي ماشي نرقد. في الصباح نغسل عادي بالماء وجهي، نغسله عادي بالماء وبالصابون تاع الكف، بصابون الطرف. لكن هذا نستعمله في الليل، في الليل كي يجي ماشي نرقد نستعمله. وهذا تاينك نستعمله الصباح وعشيه، هذا نستعمله في المساء والليل، اللي هو عباره عن سيروم. وهذا التركيبه تاعهم مخدوم من خلاصه الكركم، يعني مستخلصين الكركم ومستعملينه. وحنا نعرفوا بلي الكركم فيه نسبه لتفتيح البشره. المواد اللي موجوده العوامل التركيبيه تاع الكركم تفتح البشره، حنا نعرفوها. لكن اللي يحبوا يستعملوا وصفات، بالمناسبه اللي يحبوا يستعملوا الوصفات تاع الكركم، نصيحه ما تمشيوش تعملوا هذاك الكركم اللي نطيبوا به وتعملوه في البشره تاعكم، لا، اخطر الصفوريه هذيك ما تزولش. انتوما كاين كركم خاص بالتجميل، يتباع خاص بالتجميل. نتوما كي تمشيو عند العطار ولا العشاب قولوا له يمد لكم الكركم الصافي الطبيعي ماشي تاع الطبخ. التركيبه نتاع الملون ما مستعملينهاش بزاف في الكركم. اذا هذا السيروم يا البنات صراحه ننصح به، حتى وما تشريش هذا، على الاقل يكون عندك السيروم تاعنا. السيروم تاعه شريته هو الاول، هذا كان عاده ما صبتهش. تالمو حاجه تكون شابه ويستعملوها بزاف تكون مقطوعه، سما كي تصيبيه غير الشري عندك. وسورتو اللي عندها الحبوب، البشره تاعها فيها الحبوب، فيها الكلف اللي يقدر يفتح لون البشره. وكاين هذا السيروم، الطريقه الاستعمال تستعملي شويه في اليد تاعك هكذا، وتعملي هكذا، ومن بعد تجيبي الوجه تاعك وتماسيه مليح، دلكي الوجه. علاش؟ منها يتغلغل في البشره تاعك، منها تكوني درتي الغوماج وماساج للوجه تاعك. فهمتوا البنات؟ شوفوا يقعد هكذا، نتوما تدلكوا حتى البشره تاعكم تمتص هذاك السيروم، وما يجيش مزيت، يجي كيما الجال. وبعدها من بعد يعاود يقعد شويه وينشف ويخلي ترطيب. الحاجه اللي عجبتني فيه كاين هنايا سيرومات كي نخليهم ينشفوا تحسوا بالجفاف، لكن هذا كي تكملوا تحسوا بواحد الرطوبه شابه بزاف، راكم تشوفوا بعينيكم. اذا البنات بالنسبه للسعر تاع هذا يدير 35,000، وهذا تانيك يدير 35,000، بيناتهم تجيكم 70,000 وراكي اعتنيتي بالبشره تاعك. نصيحه ننصح بها سورتو البنات اللي عندهم حبوب في البشره. دوك تلاحظوا باللي في اسبوع، ما نقولكمش من النهار الاول هذه باينه، لكن في النهار الاول تلاحظوا انه فيه تفتيح وترطيب، سورتو كي تستعملوا هذا السيروم. لكن الحبوب يبقاو في سيمانه تحسوا باللي ديك الحبه بدات تخف، بدات تيبس تنشف، حتى اللي من بعد مده تشوفوا الوجه تاعكم بدا يصفى. حتى الناس تبقى تسالكم واش راكم تعملوا الوجه تاعكم. اذا البنات هذا كان فيديو لنهار اليوم. ما تنساوش تدعموا القناه وتبارطاجيو مع احباباتكم، ومازال ان شاء الله نحط لكم جديد في الفيديو القادم. الى اللقاء.